الجزء التاني من محل كريستال. عايزة اقول لكم قد ايه في حاجات انا كنت ناسياها بجد، بس عايزة اقول لكم بقى اتفرجوا معايا كده على اشكال الصواني مختلفة. آم، آم، في حاجات تانية كتيرة قوي على فكرة، بجد محل كبير قوي. بس عايزة اقول لكم كمان الشايلات التقليدية العادية اللي هي بتبقى يعني دور او اتنين او تلاتة بالكتير، بتبقى اللي هي العادية. بس طبعا الوان الجديدة اللي طالعة. آم، في اطقم اللي هي العشاء، كمان في اطقم الجاتو اللي هو الشاي بالاطباق بتاعة الجاتو بس. دي بتبقى لوحدها. طبعا اللي بيحب يزود في الموضوع العرايس وكده، بس انا عن نفسي يعني نصيحة مني ليكم، ما تزودوش يا جماعة في حاجات النيش بجد. الحاجات دي بتقعد سنين طويلة وكتيرة وما بتستهلكش وبتتورث وكده. يعني انا بصوا الحاجة العملية دلوقتي في الوقت الحالي احسن كتير من ان انا اركن، وان انا بقى ابقى فرحانة بنفسي بقى جايبة مثلا 5 6 طقمة. طب انا يعني عشان الناس، انا مالي ومال الناس؟ ماليش دعوة بالناس، انا ليا دعوة بنفسي انا، بامكانياتي انا، بالستايل بتاعي انا. كل حاجه كل ما تكون الحاجه سيمبل. بصوا جميل قوي البراد اللي هو التركي، الاتنين فوق بعض دول عسل قوي. كمان اطقم الصيني زي ما قلت لكم، يعني في ناس كتيره جدا على فكره دلوقتي برضو ما بتجيبش الصيني كامل، لان فعلا بيبقى كتير. كل حاجه 12 يعني هيجيلي 12 فرد في يوم؟ هيجيلي 12 فرد في خلال قد ايه؟ يا جماعة دلوقتي الدنيا مختلفة تماما. وزي ما قلت لكم اكيد كل واحدة مننا عندها نيش في البيت مش بتستخدم الحاجة اللي جواه، مجرد انها بتنظفه بس. وساعات الواحد كمان يعني بيتعب من تنظيفه. فاقتصدوا والحاجة تبقى لذيذة. لو هنجيب طقم صيني يبقى هنستعمله ونستخدمه، مفيش مشكلة. لو هنجيب نص طقم صيني هنطلعيه واستخدميه، استمتعي بكل حاجة حلوة في البيت، ما تركنيش للضيوف او كده. بصوا الشايلات التقليدية حلوة برضو قوي. في منها الكريستال، منها البورسلين. دي اطقم العشاء اللي هي الاطباق بقى بتاعة المطبخ، بتبقى حلوة برضو لذيذة. دي ممكن تبقى عملية اكتر. في حاجات كتيرة جدا على فكرة عنده، يعني تحسوا كده ان الواحد ايه، داخ من كتر ما هو بيتفرج وبينقي وبيشوف اللي محتاجه. جولة حلوة، يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. انا عامة عجبتني، شوفوا انتوا بقى عجبتكم ولا لا. اشوفكم طبعا في الفيديو الجاي. على فكرة الفيديو الجاي برضو خروجه بره البيت، فانتظروها واستنوها ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش ان ده ضرب سعادة. اتمنى طبعا تكونوا استمتعتم معايا بالجولة الصغيرة الحلوة دي. يلا اشوفكم على خير وباي باي.